أنا اسمي لبنى من مكتب ريد إيجل لا، وهو مكتب محاماة مختص في قضايا الهجرة بالقرب من سان دييغو في كاليفورنيا. في شهر ديسمبر قامت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ودائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية UCIS بفرض تعليق أو تجميد على برنامج تأشيرة التنوع اللوتري. كما قامت وزارة الخارجية في شهر يناير بفرض تعليق على إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني من 75 دولة، وتشمل هذه الدول مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جنوب السودان، سوريا، تونس، المغرب واليمن. في مكتب ريد إيجل لا نعتقد أن إدارة ترامب تنوي إنهاء تعليق برنامج الدي في 2026 أو تعليق الدول لل 75 دولة. لقد قمنا بالفعل برفع دعوى قضائية جماعية للطعن في هذه العوائق، والآن نخطط لرفع دعوى جماعية ثانية ضد إدارة ترامب نيابة عن الفائزين ببرنامج الدي في 2026 الذين لم يشاركوا في الدعوى الأولى. وكما فعلنا في الدعوى الجماعية الأولى، سنطعن في قانونية تعليق برنامج الدي في 2026 وتعليق الدول 75 نيابة عن عملائنا. سنطلب من القاضي إلغاء هذين التعليقين فيما يتعلق بالمدعين المشاركين في الدعوى، وكذلك بالنسبة لفئة كلاس التي تمثلها الدعوى، وهذا أمر مختلف ومهم. كما سنطلب من القاضي إلزام الحكومة باتخاذ قرارات بشأن الطلبات قبل 30 سبتمبر 2026. وسنقوم أيضا بتقديم طلب لاعتماد الدعوة كدعوة جماعية Motion for Class Action Certification. في الوقت الحالي لم نحدد بعد المحكمة التي سنرفع بها الدعوة. تواريخ مهمة يجب تذكرها: آخر موعد للمشاركة في هذه الدعوة هو 15 يونيو 2026. كما نخطط لتقديم الشكوى الرسمية وبدء الدعوة الجماعية بتاريخ 22 يونيو 2026. من يمكنه المشاركة للمشاركة في هذه الدعوة الجماعية يجب أن يكون الشخص فائز في برنامج الدي في 2026. إذا لم تكن من الفائزين ببرنامج الدي في 2026 يمكنك زيارة موقع ريد إيجل لا للتعرف على فرص أخرى للمشاركة في دعوة جماعية. بعض المعلومات المهمة: أولاً، لا توجد أي دعوة قضائية مضمونة النجاح، وهذا يشمل هذه الدعوة الجماعية. ثانياً، فإن العديد من الفائزين ببرنامج الدي في 2026 هم أيضاً مواطنون أو من مواليد الدول 40 التي صنفها الرئيس ترامب كدول خاضعة لحظر السفر في يونيو 2025 وديسمبر 2025. هذه الدعوة الجماعية لن تطعن في قانونية حظري السفر هذين، فذلك ليس محور هذه القضية. لذلك إذا كنت مواطنا أو من مواليد دولة خاضعة لحظر السفر وقررت المشاركة في هذه الدعوة، فعليك أن تدرك أنه حتى في أفضل النتائج الممكنة فإن هذه الدعوة لن تزيل سوى عقبة واحدة من العقبات التي تواجهها. بالنسبة لتكلفة المشاركة، أتعاب المحاماة للمشاركة كمدعي في هذه الدعوة تبلغ $2500 أمريكي لكل فائز ببرنامج الدي في 2026. تجمل هذه الرسوم تكلفة مشاركة جميع المستفيدين بغض النظر عن حجم الأسرة. أما بالنسبة لشروط الدفع، يجب دفع $500 مقدما قبل بدء التمثيل القانوني والانضمام كمدعي. أما المبلغ المتبقي وقدره $2000 فلن يكون مستحقا إلا بعد دخول الولايات المتحدة. بالنسبة للفائزين الموجودين داخل الولايات المتحدة، يصبح المبلغ مستحقا بعد الموافقة على نموذج I-45A. كما يمكن دفع الجزء المؤجل من أتعاب المحاماة على أقساط شهرية بقيمة $250 شهرياً. ملاحظة: جميع المشاركين في هذه الدعوة الجماعية سيكونون ملزمين بسداد الجزء المؤجل من الرسوم بعد دخولهم الولايات المتحدة بتأشيرة الدي في 2026 أو بعد تعديل وضعهم القانوني بناء على فوزهم في برنامج اللوتري دي في 2026. إذا لم تكن مرتاحا لهذا الشرط، الأفضل عدم المشاركة في هذه الدعوة الجماعية. أخيراً، كيف يمكن المشاركة؟ يمكن للفائزين ببرنامج الدي في 2026 التسجيل كمدعين ودفع الدفعة الأولى خلال الموقع الإلكتروني المكتوب هون